معركة وادي المخازن صراع على الملك بين عبد الملك المعتصم بالله ومحمد المتوكل على الله الذي استنجد بالبرتغال فوجدوها فرصة لاستعمار المغرب. في صباح الاثنين 4 أغسطس عام 1578 ركب السلطان عبد الملك فرسه يحرض الجيش على القتال رغم مرضه الشديد. انطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إيذانا ببدء المعركة. مال أحمد المنصور الذهبي بمقدمة الجيش على مؤخرة البرتغاليين وبالفرسان على جانبيهم في مناورة تطويقية، وأوقد النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم في المقدمة والقلب فقتل العديد. سرع سبستيان ملك البرتغال وألوف من حوله، وحاول المتوكل الخائن الفرار شمالا فوقع غريقا في نهر وادي المخازن، فسلخ وملئ تبنا وطيف به في أرجاء بلاد. توفي السلطان عبد الملك عند انتهاء المعركة جراء الجهد الفائق الذي بذله رغم مرضه الشديد.